السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله رح نحل التمارين تبعات المتحولات المنفصلة. حاولنا هون اذكر مع التعليل أي من الجداول التالية يمثل توزيعا احتماليا متقطعا وأي منها ليس كذلك. خلينا نتذكر في البداية الشرطين تبعات التوزيع المتقطع. أول شرط لازم يكون أي قيمة بالاحتمال أي قيمة بالسطر الثاني أكبر أو يساوي الصفر، لازم تكون أقل أو تساوي الواحد. لازم يكون الشرط الثاني مجموع السطر الثاني واحد. هالشرطين لازم يتحققوا، إذا ما تحققوا ما بيكون جدول توزيع احتمالي. بنلاحظ هون مباشرة في عندي هون قيمة سالبة. ما إنه في عنا قيمة سالبة إذا هاد ليس جدول توزيع احتمالي. السبب وجود قيمة احتمال سالبة. أشوف السطر الثاني هون. طبعا السطر الأول ما بيهمني، هون ممكن يكون في قيمة سالبة عادي. أنا قلت الشروط على اف اكس. في البداية بنلاحظ إنه هدول كلهم بين الصفر والواحد، واحد على خمسة، اثنين على عشرة، أربعة على عشرة، واحد على خمسة. أول شرط محقق، الشرط الأول محقق. تعالوا نشوف الشرط الثاني. مجموع هدول الواحد على خمسة هي نفسها اثنين على عشرة، وأربعة على عشرة، واثنين على عشرة. الواحد على خمسة هي نفسها اثنين على عشرة. نلاحظ إن هدول مجموعهم اثنين وأربعة ستة، ثمانية، عشرة على عشرة، واحد. إذا الشرطين تحققوا. أول شرط هدول كلهم بين الصفر والواحد. ثاني شرط مجموعهم واحد، إذا هذا يمثل جدول توزيع احتمالي. خلينا نكمل نشوف باقي التمارين، باقي الجداول. نلاحظ في هذا الجدول إنه كلياتهم بالبداية بين الصفر والواحد. واحد على سبعة، واحد على سبعة، ثلاثة على سبعة، اثنين على سبعة، اثنين على سبعة. إذا الشرط الأول محقق. تعالوا نشوف الشرط الثاني. مجموع هدول كلهم مقامهم سبعة. تعالوا نجمع البسوط. واحد، واحد، ثلاثة، اثنين، اثنين. واحد وواحد اثنين، وثلاثة خمسة، واثنين سبعة. هون طلع معي مجموع البسوط تسعة على سبعة، هي أكبر من الواحد. إذا لا يمثل جدول توزيع احتمالي لأن مجموع الاحتمالات طلعت معنا أكبر من الواحد. التمرين الثاني. أول عند إلقاء 3 قطع نقدية، واعتبار أن المتغير العشوائي x يمثل عدد الأوجه التي نحصل عليها، بده التوزيع الاحتمالي نعبر عنه بدالة رياضية والاحتمالات. نشتغل خطوة خطوة. بالبداية أول شي رح أعمله رح أكتب فراغ العينة. تعالوا نكتب فراغ العينة. فراغ العينة أول رمية HT، الرمية اللي بعدها HT، وهي الرمية الثالثة. إذا فراغ العينة إما 3H أو THH أو HTH أو TTH أو 2H وحدة T أو THT أو HTT أو 3T. أقول لي عدد الأوجه. أنا لما ألقي تعالوا نشوف عدد الأوجه اللي رح نحصل عليها. تعالوا شو نرسم الجدول. نكتب هون X، هون FX. نلاحظ إنه أنا إما ما بحصل ولا على وجه صفر،
عدده 1/8. أو أنا ممكن أحصل على وجه واحد، اتش وحدة، هاي وحدة، هاي تنتين، هاي 3، ممكن اتش وحدة، إذا عددها 3/8. ممكن أنا أحصل على وجهين، عددهم 1 2 3. آخر حالة عندي إياها إنه أنا أحصل على 3 أوجه، اللي هي 3/8، اللي هي حالة وحدة من 8 حالات. إذا أنا إما ما بحصل ولا على وجه، أو على وجه واحد أو 2 أو 3، ولا وجه احتماله 1/8، وجه واحد 3/8، وجهين 3/8، 3 أوجه 1/8. انتبهوا معي، بنلاحظ دائما بالثلاث قطع نقدية احتمال عدم الحصول على أي وجه يساوي احتمال الحصول على 3 أوجه. احتمال الحصول على وجه واحد يساوي احتمال الحصول على وجهين. إذا هذا توزيع الاحتمالي. بدنا نكتبه بشكل صيغة رياضية. نكتب fx يساوي، فوق نكتب الاحتمالات اللي عندي إياها بهذا الجدول. شو عندنا احتمالات؟ عندنا 1/8 و3/8. دائما بنحط صفر فيما عدا ذلك. 1/8 وين وين؟ عند الصفر وعند الثلاثة. 3/8 عند الواحد والاثنين. صفر فيما عدا ذلك. وبدنا نحسب الاحتمالات التالية. x يساوي 1. احتمال x يساوي 1 يعني هذا 3/8. x أكبر أو يساوي 2. أكبر أو يساوي 2 يعني الاثنين والثلاثة. احتمال الاثنين هو 3/8، واحتمال الثلاثة هو 1/8، مجموعهم 4/8 يعني نصف. x أكبر من الصفر يعني 1، والعند الاثنين وأصغر أو يساوي 2 يعني الواحد والاثنين. احتمال الواحد هو 3/8، واحتمال الاثنين هو 3/8، والمجموع 6/8 يعني 3/4. إذا أول شيء كتبنا فراغ العينة، طلعنا عدد الأوجه إن إما صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة. الصفر يعني ولا اتش احتمالها وحدة. الواحد يعني اتش وحدة، كان عندي 3 حالات. الاثنين يعني وجهين تنتين اتش، كمان كان عندنا 3. الثلاثة يعني 3 أوجه، كان عندنا حالة وحدة. هذا الجدول بعدين عبرنا عنه على شكل دالة كثافة احتمال. كيف بنكتبها هي؟ بنحط هون الاحتمالات اللي موجودة عندي من 1/8 و3/8. دائما نضيف صفر. 1/8 وين؟ عند الصفر والثلاثة. 3/8 عند الواحد والاثنين. صفر فيما عدا ذلك. بعدين حسبنا احتمال الواحد 3/8 أكبر أو يساوي 2، يعني الاثنين والثلاثة هدول جمعناهم. أكبر تماما من الصفر، أصغر أو تساوي الاثنين، يعني الواحد والاثنين. ننتقل للتمرين اللي بعده. عمليا عند إلقاء مكعبي ند، باعتبار أن متغير عشوائي x يمثل مجموع العددين الظاهرين على المكعبين. طيب. إحنا لما بنلقي مكعبي نرد مع بعض عندنا 36 نتيجة. ثم معي هون راح أرسم الجدول بشكل مباشر، ما راح أكتب فراغ العينة إن فيه 36 نتيجة. أنا مكعبي النرد إما راح يطلع معي المجموع 2، الأول واحد والثاني واحد، أو 3 أو 4، لعند أكبر رقم ممكن يطلع لي اللي هو ال 12. مكعبي النرد أكبر رقم ممكن يطلع لي مجموع 12. إمتى بيطلع لي الاثنين؟ لما بيجيني واحد مع واحد، حالة وحدة من 36. هذا الجدول متناظر، هي واحد هي راح تكون واحد. ليش؟ أنا بيطلع معي مجموع 12، ما في غير عند حالة وحدة اللي هي 6 مع 6.
هنا بيطلع لي المجموع 3 لما بيجيني 1 مع 2 أو 2 مع الواحد. إذا عندنا حالتين. ثم هذا الجدول رح يزيد 1 2 3. هنا بتطلع لي 4 الواحد مع الثلاثة والثلاثة مع الواحد والاثنين مع الاثنين، ما عندي غير هدول. هاي 3 رح تكون كمان 3. هاي رح تكون 4. هاي رح تكون 4. هاي 5. هاي 5. هاي 6. هذا هو الجدول التوزيع الاحتمالي. إذا تأكدتوا جمعتوا السطر الأول بيعطيكم 36 على 36. برجع بعيد، إما رح يجيني المجموع 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12. عند الاثنين ما عندي غير حالة وحدة، وعند ال 12 كمان حالة وحدة. عند الثلاثة حالتين، عند ال 11 حالتين. بإمكانكم تتأكدوا منه إذا حطيتوا فراغ العينة كله، تتأكدوا من هالمجاميع. تعالوا ننتقل للتمرين اللي بعده. قلنا بهذا التمرين أوجد قيمة الثابت التي تجعل الجدول التالي يمثل توزيعا احتماليا. دائما لما بيجينا هيك تمرين نحن اتفقنا إنه هدول مجموع واحد. مجموع واحد يعني البسط 8 هون والمقام 8. نلاحظ إنه عندي 1 على 8 2 على 8 3 على 8 1 على 8. شو المجموع؟ 1 و2 3 3 6 1 7. عندي 7 على 8 هدول مجموع. معناتها البيش أضل له حتى تصير كلها واحد. ضل له 1 على 8. تأكدوا 1 على 8 1 2 و3 5 7 8 على 8 1. نرجع بنعيد كيف بنحسب البي. مجموع هدول كله لازم يكون واحد. حتى يكون مجموع واحد هون ناقصنا 1 على 8. ننتقل للتمرين اللي بعده. ولذا كانت دالة الاحتمال المتغير العشوائي المتقطع x كما يلي. fx، ايش قيم fx؟ شوفوا معي. قيم fx هي 1 على k ثابتة. قيم الاكسات من 1 ل5. يعني السطر الأول هو من الواحد لل5 هو قيم x، وكلهم احتمال 1 على k. كلهم احتمال 1 على k. طيب نحن بنعرف إنه الشرط لازم يكون مجموع هدول واحد. مجموع واحد، هذا x هذا fx. مجموع واحد اللي هن 1 2 3 4 5. هدول إذا جمعتهم 5 على k لازم يعطوني 1. إذا جمعنا هدول 1 على k و1 على k 2 على k 3 على k 4 على k 5 على k لازم يعطوني 1. إذا عملنا الطرفين بالوسطين بنلاحظ إنه الk 5. ملاحظة تانية سريعة. إذا كان هذا البسط واحد الk هي عدد هدول 1 2 3 4 5. الk إذا كان البسط واحد الk هي عدد هدول. هنا 5 حالات حطينا تحت 5. هي قيمة الk. بعدها صار الجدول على الشكل التالي. قيم x 1 2 3 4 5 والاحتمالات كلها 1 على 5. هذا الجدول. تعالوا نشوف الاحتمالات المطلوبة منا. احتمال x يساوي 6. هذا الجدول فيه شيء 6؟ ما عندي، إذا صفر. أكبر من الصفر. أكبر من الصفر يعني ببدأ عند الواحد. أقل أو يساوي 2.5. 2.5 ما في، هون 2.5 ما موجودة. أقل منها إيش في عندي؟ الاثنين. يعني هذا هو نفسه احتمال الواحد واحتمال الاثنين. يعني أنا ما عندي 2.5. احتمال الواحد 1 على 5 واحتمال الاثنين 1 على 5 مجموع 2 على 5. أكبر أو يساوي الأربعة، يعني الأربعة والخمسة مع بعض. يعني 1 على 5 و1 على 5 2 على 5. طيب أخي أكبر تماما من الواحد أقل أو يساوي الثلاثة. أكبر من الواحد أقل أو يساوي الثلاثة، يعني الاثنين
والثلاثة. هي 1/5 وهي 1/5 مجموعهم 2/5. لهون بنكون خلصنا حل تمارين المتحولات العشوائية المتقطعة. الدرس القادم إن شاء الله رح نبدأ بالمتحولات العشوائية المستمرة وتمارينها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.